ازاي تختار العربيه الصح ليك؟ قرار شراء عربيه جديده هو واحد من اكتر القرارات اللي فيها تفاصيل وتشتيت. ناس تقول لك اشتري دي، جروبات تقول لك دي فيها مشاكل، اليوتيوب يقول لك دي افضل عربيه في فئتها. السوق دلوقتي مليان اختيارات والاسعار بتتغير كل اسبوع، فالموضوع محتاج تمشي فيه بخطه واضحه. علشان كده جمعت ليك انت والابطالنا الثلاثه دول اللي عاوزين يشتروا عربيات وما يعرفش هم جابوا الفلوس منين، كل المراحل اللي لازم تعدي بيها قبل ما تشتري عربيه جديده، خطوه بخطوه، من اول ما تفكر في الشراء لحد ما تستلمها وتكون راضي عنها 100%. بس مبدئيا خلينا نتفق على حاجه مهمه، معظم العربيات اللي في السوق دلوقتي طالما عدت حد ادنى من الجوده والسلامه فهي عربيات كويسه. ما تسمعش كلام اللي يقول لك دي احسن عربيه في فئتها، الكلام ده مش مظبوط. انت مش بتدور على افضل عربيه في العالم، انت بتدور على افضل عربيه تناسب احتياجاتك وظروفك انت. يعني ممكن تكون عربيه مثاليه بالنسبه لي مش مناسبه ليك خالص، والعكس صحيح. وده ياخدنا لاول خطوه لو خدت فيها القرار الصح هتسهل عليك بعد كده كل اللي جاي بعدها. حدد هدفك من العربية قبل ما تبص على أسعار مواصفات. اسأل نفسك سؤال بسيط، انت ليه عايز تشتري عربية أصلا؟ هل انت ما عندكش عربية وعايز ترتاح من المواصلات، ولا عندك عربية وعايز تغيرها؟ طب لو هتغيرها هل القديمة فيها مشاكل، ولا الاستخدام بتاعك اتغير واحتياجاتك اختلفت، أسرتك كبرت، سفر أكتر، شغل جديد؟ فده منطق. ولا مجرد انك عايز تغير لانك زهقت؟ لو مجرد زهقت لازم تشوف هل ده فعلا وقت مناسب للشراء ولا لا. كمان فكر، هل العربيه هتستخدمها يوميا ولا هتسافر وتسيبها؟ في ناس مثلا عايشه بره مصر وبتيجي في السنه شهر واحد، ساعتها الايجار ممكن يكون خيار اوفر بكتير من عربيه مركونه طول السنه. كل اجابه من دول بتغير الاتجاه كله. حدد احتياجك بوضوح. كمان حدد دي العربيه اساسيه في بيتك ولا عربيه تانية للمشاوير ولا عربيه للمدام. القرار ده بيغير اختياراتك 180 درجه، لان عربيه السفر غير عربيه الشغل غير عربيه الاستخدام اليومي. والاستخدام اليومي ده كمان لسه لازم تفكر فيه. مشاوير قصيره داخل المدينه ولا سفر كتير؟ عدد الركاب قد ايه؟ حجم الشنطه هتكفي المشاوير والاسره ولا لا؟ كمان تفكر هتحتفظ بالعربيه كام سنه، 7-8 سنين مثلا ولا 3-4 سنين وهتغيرها؟ لو انت مثلا استخدامك خفيف جدا مش منطقي ابدا تروح تجيب عربيه SUV كبيره. لو عندك اطفال او بتسافر كتير السيدان الصغيره ساعتها مش هتناسبك اكيد. الميزانيه وطريقه الشراء. بعد ما تحدد احتياجاتك لازم تحدد سقفك المالي بوضوح. يعني مثلا تقول انا ناوي اشتري في حدود 1,000,000 جنيه، وتحط لنفسك شريحه حركه 15-20% بلس اور ماينس، يعني من 850,000 لحد مثلا 1,200,000. وخد بالك مش معنى ان معاك 1,500,000 انك تدور على عربيه 1,499,000. سيب دايما مساحه للمصاريف الجانبيه زي الترخيص والتامين والكماليات البسيطه او افلام الحمايه. كمان لازم تحدد انت هتشتري كاش ولا تقسيط. لو تمويل احسب تكلفه الفايده كويس، لانها ممكن تزود تكلفة العربية بنسبة تتخطى 20%. بعد الثلاث خطوات دول الصورة بدأت توضح وبقيت عارف انت بتدور على ايه بالظبط، والمفروض تكون حددت شريحة معينة بنوع عربيات معين، وبقى معاك قائمة مبدئية للعربيات اللي هتبدأ تبص عليها. فرضا مثلا 20 عربية، هنبدأ نصفي ونرتب بينهم على حسب عدة اعتبارات هناخدهم واحدة واحدة. فيلا ندخل في التفاصيل اللي فعلا بتفرق ما بين عربية والتانية. الامان اولا قبل اي اوبشن او رفاهيه. شوف الامان، العربيه دي جابت كام نجمه في اختبارات التصادم، ولازم تكون اختبارات موثوقه زي يورو انكاب او استراليان انكاب اللي هي AM كاب، تبقى على الاقل 4 نجوم. واتكلمنا عن كل الاختبارات دي في الفيديو ده. بص كمان على انظمه الامان الثانيه واللي ما عادش ينفع تستغنى عنها في العربيات، ABS ESP. ما تبصش بس على عدد الايرباجز الموجوده في العربيه، شوف كمان الامان النشط، خصوصا لو انت بتسافر كتير هيفرق معاك جدا. وصدقني هتلاقي عربيات واخده تقييمات امان محترمه جدا ما بتبيعش كتير، مقابل عربيات تانية بنشوفها بتبيع كتير جدا في مصر لسه اصلا ما دخلتش اختبارات تصادم. طلع العربيات اللي مش بتحقق عامل الامان بره القايمه، ومهما حصل ما ترجع لهمش تاني. الاعتماديه والتوكيل والضمان. دور على سمعة العربية والموديل نفسه في الاعتمادية. مش كل عربية بتتباع بره كويسة في مصر. مدة الضمان كمان بتفرق، 6 سنين أفضل من 3 سنين وبتزود الثقة. مهما كانت ناجحة بره شوف التوكيل بتاعها في مصر عامل ازاي، خدمة ما بعد البيع، القطع الغيار متوفرة، الاستجابة في الضمان كويسة، التوكيل بيتعامل باحترام، بيحل المشاكل فعلا. في مصر مثلا هم 5 أو 6 توكيلات كبار معروفين بخدمة ما بعد البيع. لو هتشتري من توكيل جديد أو لسه صغير اعتبرها مخاطرة محسوبة. مش هقولك ما تشتريش، بس حط في الاعتبار ان دي مخاطره محسوبه. زهقت ولا ايه؟ خليك فاكر احنا لسه في بدايه المرحله، انت مش بتشطب
تشطب عربيات بره الليسته، انت بترتب وبتقدم عربيات على عربيات بسبب النقط دي. لكن مثلا وانت بتدور لو لقيت عربيه فيها مشكله في الاعتماديه لازم تطلعها بره ما تدخلهاش تاني. ووصلنا للتجهيزات الضروري منها والرفاهيات. حدد ايه التجهيزات اللي ما ينفعش تستغنى عنها وايه اللي الكويس لو موجود. قسمها كده في دماغك، واحد ضروري وواحد كماليات. التقسيمه دي صدقني هتريحك وتوفر عليك حيره كبيره جدا في المراحل الاخيره. خد بالك لو حاجه ممكن تركبها بعدين زي كام اكسسوري ممكن تضيفهم، حساس ركب، وايرلس، اندرويد اوتو، يبقى مش لازم تدفع فرق فئه غالي عشان تاخدها في العربيه. في المرحله دي طبعا شكل العربيه الخارجي والداخلي هيفرق معاك، وهتلاقي نفسك بتستبعد عربيات لان ببساطه شكلها مش عاجبك. ده حقك جدا وما تاخدش براي حد تاني في الجزئيه دي. بعد كده ارجع بقى لقائمه العربيات اللي معاك وابدا رتبهم على حسب التجهيزات الضروريه والرفاهيات، وتعالى نكمل. المفروض في اللحظه دي انت معاك من 3 ل 6 عربيات واخدين تفكيرك، بيقدموا نفس المميزات لكن بتكلفه تشغيل مختلفه، وده هياخدنا للمرحله اللي بعدها. نوع منظومه الحركه، طريقه السواقه، ومصاريف التشغيل. احسب مصاريف التشغيل، ودي حاجتين مع بعض، البنزين والصيانه، وما تحسبهاش باللي هتدفعه في الاول لكن بالمجموع على مدى سنين. بمعنى ممكن عربيه تكون ارخص من عربيه ب50,000 لكنها بتستهلك بنزين وصيانه تخليك تدفع الفرق ده واكتر منه في سنتين بس. اسال نفسك كمان، هل انت بتحب الاداء والسواقه الحاميه ولا بتدور على الهدوء والاقتصاديه؟ مثلا في ناس بتختار الكهرباء والهايبرد عشان الاداء السريع والسلاسه، مش بس عشان توفير البنزين. التجربه الواقعيه، ودي اهم نقطه. بعد ما تقلل اختياراتك لعربيتين او 3 انزل المعارض وشوفهم بنفسك. اقعد جوه العربيه، شوف وضع القياده، الخامات، المساحات، افتح الشنطه والكبوت، شوف مدى جوده التجميع. ممكن عربيه الناس كلها تشكر فيها وشكلها يكون عاجبك جدا في الصور، لكن اول ما تركبها تحس انها مش عاجباك او دي مش بتاعتك، وده طبيعي. عشان كده الاحساس الشخصي لا يقارن باي مراجعه. لو قدرت تعمل كمان تيست درايف يبقى ممتاز جدا، حتى لو من صديق او مالك تاني. المهم تجرب وتشوف احساسها بنفسك. وصدقني الاحساس بالسواقه بيفرق جدا من شخص لشخص تاني. صوت الموتور، عزل الكابينه، الثبات، استجابه دواسه البنزين. رايي في الحاجات دي كلها مش زي رايك ابدا. بعد ما تكون جربتهم واستقريت على راي، شوف بقى اراء الملاك والمراجعات، ادخل جروبات الملاك واسمع منهم بس بعقل. مش كل راي بيكون راي موضوعي، في ناس بقى متحيزه لعربيتها. اقرا بين السطور وخد المتوسط، ما تاخدش واحد كاره قوي او واحد متحمس قوي. شوف كمان مراجعات اليوتيوب مش بس في مصر، كمان في الاسواق التانيه اللي بره مصر اللي بتنزل فيها العربيه. ده بيدي لك فكره عن ادائها على المدى الطويل. ممكن كمان تسال شات جي بي تي وتطلب منه انه يعمل لك تقييم عن الاعتماديه والاعطال المشهوره لكل موديل من الموديلات اللي انت بتفكر فيها. المرحله الاخيره المبيعات واعاده البيع. في حاله السوق الموجوده دلوقتي كميه العربيات الجديده اللي بتنزل كل شهر صعب جدا تحكم على اعاده البيع. الحاجه الوحيده اللي ممكن تديك مؤشر ان في عربيات دلوقتي بتبيع كتير جدا وهي زيرو، فاكيد هتبقى مطلوبه وهي مستعمله. في عربيات وهي زيرو ما بتجيبش 10 أو 5 عربيات في الشهر، فدول اكيد مش هيبقوا مطلوبين كمستعمل. فخدها عندك كقاعده، العربيه اللي بتبيع كويس زيرو بتكون مطلوبه بعد كده مستعمل. بس برضو القاعده دي ليها استثناء. مثال بسيط جدا احنا عايشين فيه دلوقتي. شوف عربيات ام جي من 5 سنين كانت مبيعاتها عامله ازاي ودلوقتي اعاده البيع بقت عامله ازاي. فحاول يكون ليك نظره في الموضوع، ممكن تسال الناس اللي بتحس ان هم بيفهموا في السوق. بس في النهايه وخدها مني، اعاده البيع مش المفروض تكون عامل اساسي خالص لو انت ناوي تحتفظ بالعربيه اكتر من 3 سنين. وخليك فاكر ان انت بتشتري العربيه دي لنفسك مش للي جاي يشتريها مستعمل بعدك. اصلا كده يا معلم، بعد كل المراحل والخطوات دي انت كده اخترت العربيه الانسب ليك انت. هتسمع في الوقت ده اراء من ناس كتير جدا بيرشحوا لك عربيه تانية او يقولوا لك انها احسن من اللي انت اخترته، لكني اوعدك لو انت مشيت بنفس المراحل والترتيب والخطوات دي انت كده استقريت على العربيه المناسبه ليك انت مش ليهم هم. مبروك عربيتك الجديده. يبقى اديهاني لفه بقى عشان نصورها فيديو وننزل ريفيو على القناه عندنا. مهم جدا وانت رايح تستلم العربيه تاخد معاك البوست اللي احنا عاملينه دليلك لاستلام عربيتك الجديده من المعرض، واللي هتلاقيه على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. نزل البي دي اف وخده معاك وانت بتستلم. وما تنساش تعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.